عارف لما تكون متضايق وعايز تفك عن نفسك فتقرر تروح ستاربكس تشرب حاجه تجيب شوكولاتايه تخفف احزانك. بس الغريب بقى انك تلاقي علامه ضفدع قد كده على كوبايه ستاربكس او على ورقه الشوكولاته. طبعا ساعتها مش بس هتتخض، لا ده انت كمان بطنك هتوجعك. اهو ده اللي حصل لي بالظبط. معقول المنتجات دي بتستخدم الضفادع في مكوناتها؟ مسكت موبايلي في ساعتها وسالت جوجل ايه يا عم جوجل الكلام ده وايه علامه الضفدع اللي على الورقه دي. لقيت قدامي كميه كبيره جدا من البوستات والفيديوهات بتتكلم عن الموضوع ده بس بصيغه خبر عاجل. بيتقال فيهم ان كتير من شركات الصناعات الغذائيه بدات تدخل في منتجاتها بروتين حشرات وان له دور اساسي. لا ثواني كده، هو انا اكلت دلوقتي شوكولاته بالضفادع؟ الغريبه بقى ان انا اكتشفت ان انا متصور بعلامه الضفدع في كل حته عندي على الموبايل، وانا باكل كيت كات، وانا ماسك كوبايه النسكافيه بتاعت ستاربكس او كوستا وغيرهم كتير. ده انا اكلت وشربت حاجات بالضفادع تكفيني سنين، لكن كل الكلام ده ما دخلش دماغي وقررت اسال حد ثقه، هيئة الغذاء والدواء العالمية، واللي قالت على موقعها الرسمي ان علامة الضفدع اللي موجودة على المنتجات معناها ان الشركة صاحبة المنتج ده بتتبع القواعد والمعايير الدولية الخاصة بالانتاج المستدام، وان المنتجات دي اتزرعت واتصنعت بطرق صديقة للبيئة. ايه ده؟ يعني الضفدع طلع تمام؟ بالظبط كده. فانا من مكاني ده احب اقول لك كل وانبسط وما تصدقش اي حاجة عنك تشوفها.